بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مع خبر جميل بيقول الحكومة السورية الجديدة بتنهي اتفاقية تأجير ميناء طرطوس لروسيا، واللي كانت من المقرر أن تستمر حتى 2068. الله يخرب بيوتكم، انتوا كنتوا مفكرين انكم هتعيشوا لحد 2068؟ طبعا هو الموضوع ده مش موضوع تأجير ولا حاجة. هو القاعدة بتاعت ميناء طرطوس ديت هي القاعدة البحرية لروسيا في البحر المتوسط، ودي قاعدة عسكرية تعتبر احتلال، ما هوش تأجير ولا حاجة. دليل على كده ان بشار الأسد ده نفسه اللي المفروض انه رئيس سوريا، لما جه بوتين للقاعدة، بس انا مش فاكر كانت قاعدة طرطوس ولا قاعدة حميميم اللي هي في اللاذقية، القاعدة الجوية. لا بس هي تقريبا كان في حميميم. الحرس بتاع بوتين منعه ان هو يسلم على بوتين. يعني استنى لما بوتين سلم على باقي الناس، وانت يا اللي صاحب الارض يا اللي المفروض انك انت رئيس البلد دي، وقفت على جنب الحرس منعك. يعني انت مالكش اي سلطة على المكان اللي انت فيه ده، فده احتلال، ما هوش يعني تأجير ولا كده. فربنا يا رب يكتب للسوريين الخير ويرزقهم يا رب الخير، ويرزقهم بان تفك عنهم العقوبات، لان العقوبات الاقتصادية ديت هي اللي هتأثر في القرارات السياسية في روسيا. ربنا يا رب يكتب لهم الخير وما يجعلهم تحت رحمة حد، لا امريكا ولا الاتحاد الاوروبي ولا روسيا. ويا رب عقبال باقي المناطق الجولان المحتل وباقي المناطق اللي فيها احتلال زي قاعدة حميميم، هي كمان يا رب هي كمان تنهى الاتفاقية بتاعتها، وربنا يكتب للسوريين الخير يا رب.